السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قانون الإيجار القديم المعدل دخل حيز التنفيذ وأصبح قانون واقع ومفيش فايدة من الكلام فيه. هتطعن بعدم الدستورية اطعن، هتعمل منازع اعمل منازع من حقك، القانون بيديك ذلك والمحاكم مفتوحة. بس اللي أنا عايز أقوله للملاك، الكلام ده موجه لمين؟ للملاك. إن القانون الذي تم وضعه دستوري 100%، قانون دستوري 100% ولا تشوبه شائبة، وتم وضعه من رجال دستوريين وقانونيين، وتم وضعه تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير. وبناء على ذلك تم إحالة المشروع لمجلس النواب وتشكيلة اللجان وتم دراسة القانون وتم التصويت على القانون وخد أغلبية، واللجنة التشريعية اللي هي مجلس النواب أصدرت هذا القانون. والسيد الرئيس بناء على هذا الكلام بكل جراءة وكل شجاعة، ما هموش اللي كان بيحصل دوت يا ريس ومش يا ريس، احنا هنطلع ومش هنطلع ولا الكلام دوت، وقال لا ده احنا في دولة ودولة محترمة وهنعمل جمهورية جديدة، وطبق القانون ووافق وصدق على القانون وتم نشره وتم العمل بيه. طيب الناس بقى بتكلمني كتير جدا جدا، يا جماعة أي قانون فيه ملابسات وممكن أول ما يجي يتطبق يبقى فيه مهدرات، فعايز الملاك نهدى. السؤال اللي بيجي لي، طب ده عنده شقة مصيف، طيب ده تنازل عن الشقة لمراته، ده تنازل عن الشقة لأولاده، طب نعمل إيه في الكلام دوت؟ والله الكلام دوت أنا بقول لكم يا جماعة، بالنسبة للمصيف كل حالة يدرسها القاضي وكل حاجة بشروطها. ممكن عنده شقة مصيف، هو عنده شقة في اسكندرية وعنده شقة تاني في اسكندرية وشقتين في اسكندرية أو عنده كذا، فهنا كل حالة بحالتها يتم دراستها من قبل قاضي التنفيذ أو القاضي الموضوعي، وعندما تثبت أنه يمتلك وحدة تصلح للاستعمال السكني وإن هو سايبها ومش عايز يسكن فيها أو مؤجرها أو وقت تنفيذ القانون وقبل تنفيذ القانون، فهذا ينطبق عليه حالات الإخلاء الفوري ويتم طرده فورا. فكل حاجة بشروطها. الناس اللي بتسألني بتقول طب شو المصيف، طب أنت واخد شقة هنا في المصيف بالعقل كده في اسكندرية وقاعد في القاهرة، يبقى دي غير ديت، فاهمني ازاي؟ يبقى هنا في مبرر ان هو يعني الشقه دي ما تنفذش عليها ويطلع من الشقه اللي هو واخدها ايجار وقاعد في القاهره وشغله في القاهره. فكل حاله ليها شروطها وكل حاله ليها مستنداتها، عشان بس ما نخبطش في حاجه. انما واحد قاعد في اسكندريه عامل شقه على البحر مثلا بيروح يقعد فيها في الصيف، وعنده شقه تاني برضه بأجر شقه، لا يا عم طب ما تسيب الشقه اللي هنا واقعد ما انت قاعد في اسكندريه مثلا يعني. فكل حاجه بشروطها، وان شاء الله مكملين معاكم للاخر الى ان يصدر هذا القانون. يبقى هل ثبوت ملكيه الوحدات المصريه المستهلكه الصالحه كسبب للاخلاء؟ يمكن ان تكون سببا للاخلاء، ولكن بشروط معينة يحددها القاضي. وشكرا.